بال... بالعراق دأبت الحكومات أن تأخذ البراءة من السجناء السياسيين. يعني السجين يكتب بالصحف المحلية بالجريدة: أتبرأ من معتقداتي وفكري وأعلن إخلاصي لوطني ومليكي. بال64 أثناء فترة السجن اللي كنت فيها صورتين. الصورة الأولى لأم جاءت إلى السجن لكي ترف من موقف ابنها لكي لا يعطي البراءة. والصورة الثانية صورة أخت واقفة في باب السجن وقد ذليلة وقد أعطى أخوها البراءة. الصورة الأولى الأم اللي جاية للسجن، بعض المفردات العامية العراقية: العلاقة اللي هي السل اللي تحملها الأم فوق الرأس تجي للسجن حاملة طعام للسجين. الأم المتحدثة في الصورة الأولى أم كبيرة السن ما عاد تشوف بشكل جيد وجاية للسجن حتى تزور ابنها وترص في موقفه أنه ما يعطي البراءة. يا ابني ضلعت من رجيت الضلع جبرته وبنيته. يا ابني ضلعت من رجيت الضلع جبرته وبنيته. يا ابني خذني العرس صدرك واحسب الشيب اللي من عمرك جنيته. يا ابني ضلعك من رجيت الضلع جبرته وبنيته. يا ابني خذني العرس صدرك واحسب الشيب اللي من عمرك جنيته. يا ابني طش العمى بعيني وجيتك بعين القلب أدبي على الدرب المسيته. شيلة العلاقة يا ابني تذكر تشوفي بلعب عمرك عليهن سنة وجفوفك ورثين على راسي وبيك ناغي كل فرح عمري نسيته. يلي شوفك يبعث الماي الزلال بعودي وحيا وانا ميته. ابيض عيونك لبن صدري وسواد عيونك الليل اللي عد مهدك بكيته. أبيض عيونك لبن صدري وسواد عيونك الليل اللي عد مهدك بشيته. وابنك التو يناغي الخرز بالكاروك يا ابني. قلت له لا تخاف اليتم جده اللي ما مشؤوب عده الحزب ابوه الحزب بيته. قلت له يا ابني وليدي من تكبر على الايام تلقى حزام ابوك الما طواني وما طويته. تلقى من خطوط اضمهن حدر ضلعي لحد ما اموت بعز على السر الحويته. يا عمد بيتي وقمر ليلي وربيع الشيب والعمر الجنيته. جيت اهزك يا عمد بيتي لكون الدهر ضعضع عظم منك للمذله للخيانه وساوم جرحك على الخسه وشفيته. يا ابني خلى الجرح ينطف خلى يرعز خلى ينزف. يا ابني جرح اللي يرفض جداده على ثوار يرفرز. يا ابني ابني الكلب يرضع من حليبي ولا ابني يشمر لي خبزه من البراءه. يا ابني خلى الجرح ينطف خلى ينزف خلى يرعف. يا ابني جرح اللي يرفض جداده على ثوار يرفرز. يا ابني الكلب يرضع من حليبي ولا ابني يشمر لي خبزه من البراءه. يا ابني يا كمي جرب عظم ولحم وتموت عيني ولدنا. يا ابني هاي ايامي فرزنها القحط. يا ابني هاي ايامي فرزنها القحط ايام محنه. يا ابني لا تسلم شرفنا. يا ابني يا وليدي البراءة الظل مدى الايام عفنه. تدري يا ابني بكل براءة كل شهيد من الشعب ينعاد دفنه. وخلي ايدك على شيبي واحلف بطاهر حليبي قطرة قطرة
وبنظر عيني العميت، قل لي ما ينهاركني وانت امي وذاك حزبي وعز ابوي المالي واني ومالي ويته، قل لي ما اهدم حزب بيدي بنيته. الصورة الثانية اللي الأخت اللي واقفة بباب السجن وأخوها أعطى البراءة بالجريدة، صورة نشرت. الأخت تحكي: خويا قابلت السجن حر وبرد ليلي ونهاري، حملت لجلك شتايم على عرضي وشعلت بالليل ناري، تالي تهتكني بخلق وصلت جريدة. قرت عيونك يا خويا بهاي جازيت انتظاري، بهاي قابل كل اخت تنتظر منك ثار يا اخويا لعرضها، بهاي قابل امهات الناس وهمومي افضها، كنت ارضى تدوس بعظامي واقلك حيل رضها، كنت ارضى تذبح ببطن جنيني ولبراءة عار متبرقع تجيني. تكون القاع تبلعني شخبر الناس واللي ينشد شقل، ولكون القاع تبلعني شخبر الناس واللي ينشد شقل. شلون عيني تشابت عيون المحلة، شلون اوصفك وانت كلك عار وذلة، بعد مالك عرف ويانا وخبز لا تصل يمنا، وهاك خذ عار الجريدة واللي في ضميرك والكرامة وعار سمنا، مثل ما تبريت من شعبك تبرينا من اسمك، يا شعب هذا اللي تشوفه مو شبلنا.